مرحبا، أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. اليوم رح نعمل مع بعض أطيب وأسرع وصفة حلو وفطور حلبي ممكن تحضره. وهلأ بلا ما أطول عليكم يلا لنشوف الطريقة والمكونات ونبلش. بالبداية عندي هون كسرولة حطيت فيها 5 كاسات من المي، رح أضيف فوقهم كاسة من السكر، هيك بيطلع حلاوتهم معتدلة. إذا بتحبوا الحلاوة أكتر بتقدروا تضيفوا كاسة ونص أو كاستين. بنقلبن هيك شوي، بعدين رح نحطن على الغاز التاني بس لحتى يدوب السكر ويبلشوا يغلوا. بهذا الوقت رح نحمص السميد. بمقلاية غميقة بضيف معلقتين كبار من السمنة، وبس تدوب السمنة بنزل كاسة من السميد الوسط. طبعا النار لازم تكون هادية، وبقلبن تقريبا شي 3-4 دقايق لحتى يتحمص السميد واوصل للون المطلوب. انا ما بحب احمصه كتير، بحب اخليه هيك لونه على ذهبي فاتح. اذا بتحبوا تعطوه لون اكتر يعني حسب رغبتكم. انا هذا اللون بالنسبة لي كان ممتاز، شايفينه؟ وهلأ رح انزل المي والسكر بعد ما بلشوا يغلوا. بنزل شوي شوي وبقلب، مننزل شوي ومنقلب مشان ما يصير في اي تكتلات. بعدين بحرك بالمضرب اليدوي وبتركن هيك لحتى يبلشوا يغلوا. ما بخليهم يغلوا كتير لانه بترجع حبة السميد هيك بتفتح وبيتقل القوام. وهلا بفرجيكم القوام المطلوب. بس تشوفوه بهذا القوام، شايفين هيك بتكون صار ممتاز. بتطفوا النار والاكلة صارت جاهزة. ودغري هلا رح ابلش افضيهم بصحون، تقريبا عملوا معي هيك صحنين كبار وصحن صغير. وهلا رح ابلش ازينن. هي الاكله بتلبق كتير القرفه، انا بحط هيك كميه مليحه من القرفه لانه طعمتها ولا اطيب من هيك مع هالاكله. بعدين هون انا رح احط هيك قطعه من الجبنه، اذا كانت متوفره جبنه مشلله بتطلع اطيب، او اذا بتحبوا تحطوا قشطه حسب رغبتكم. واخر شي هيك بحط رشه من الفستق الحلبي على الوش، وهيك بتكون اطيب اكله حلو واسرع اكله حلو صارت جاهزه. والمأمونية طيبة تاكل سخنة، بتاكلوها هيك بالمعلقة أو بتغمسوها بالخبز مع جبنة. ما بتتخيلوا نكهتها مطيبة، حلاوتها ممتازة. وقلتلكن إذا بتحبوا الحلاوة أكتر بتضيفوا كاسة ونص من السكر أو كاسين، قلتلكن حسب رغبتكن. وبس هيك، لهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى من كل قلبي الفيديو يكون عجبكن. إذا عجبتكن الوصفة لا تنسوا تدعموني وتشتركوا بالقناة. بشوفكن بفيديو جديد. باي باي.